هو نادي الزمالك عنده مشكلة في الانتماء، ان اللعيبة ما بتعرفش تنتمي ليه بالشكل الكبير زي النادي الاهلي. دي نقطة. النقطة التانية، هو في العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي فكرة الانتماء اصلا بقت فكرة يعني تنفع مع الاندية الاهلي والزمالك والحاجات دي كلها، ولا لا خلاص هو الموضوع مادي بحت؟ طب ابتدي من انهي واحده؟ اللي انت الانتماء. عايزه. في لا، في انتماء، بدليل ان انت كنت بتقول انك عايش بره ورجعت مصر. مم. عادي، الانتماء موجود. وفي اللي عايشين في امريكا ومنتمين لعيلتهم لا، الانتماء موجود. ولكن ما أقدر يعني تاني، في حاجات لو كانت ظهرت في العصور اللي مضت، كانت ممكن في لعيبه انت بتقول عليها منتميه جدا، لو كانت الاغراءات دي موجوده كنت قلت انهم مش منتمين. بس كان بيحصل في التوقيت ده برضو حاجات كتير، يعني لا، تريكا اتعرض عليه حاجات كتير، مش عارف مين اتعرض عليه حاجات ما كتير بس تاني، ما انا هرجع اقول لك تريكا نسخه غير قابله للتكرار. خلاص. بس في غيره كان عادي، يعني تريكا ووائل جمعه مثلا، دول انا بحطهم في حته بعيدا عن الكل. بس لا، في لعيبه. طب مع عصام الحضري، اه عصام الحضري اهو سابك ومشي مم. عادي. مم. ولو قعدت تجيب في التاريخ هتلاقي حاجات زي دي بتحصل. طبعا. بس طبعا دلوقتي، لان صناعه الكوره كلها كبرت يا كريم، ده حقيقي. كبرت في العالم كله، ده حقيقي. فالاغراءات بقت اكبر، فطبيعي الانتماء حجمه بيقل شويه، مم. لكن ستيل موجود. مم. حته الزمالك بقى، ما هو جزء من الانتماء ده، جزء من الانتماء ان انت تحس بالامان. مم. صح ولا انا بتكلم غلط؟ امان ان انا باخد فلوسي، امان ان انا عايش كويس جوه الفرقه، امان. هو ده الامان اللي تقصده؟ لا، مش كله فلوس. مم. الامان ده فيه جزء طبعا مادي، ده اكيد. انا لو مش متقدر في الشركه بتاعتي، ما في جزء برضو بالامان النفسي، مم. انه انا حاسس انه انا لما باجي اتكلم معاك انت ما تغيرش كلامك. مم. في جزء برضو تحقيق الذات. ما هو انا طب مش انا منتمي، بس طب ما انا عايز احقق ذاتي برضو لو انا حاسس ان انا مش قادر اعمل ده. وانا هي دي قناعتي اصلا.